كان لازم بقى أتصرّف وأعمله كلّه في حلّة واحدة، لأ وكمان أعمله في أقل من ساعة، بصراحة طلبوه منّي وبالرغم بقى من تعبي ما أقدرش أبدًا إن أنا أأخّر عنهم حاجة، يالّا بينا نشوف عملناه إزاي، بس يا ريت في الأول كده ما تبخلوش علينا باللايك. في الأول خالص كده معانا حوالي ربع كيلو من الكبدة أو أكتر شوية يعني، قطّعتهم لشرايح بالطول وبعد كده قطّعتهم لقطع يكون حجمها وسط بالشكل ده. هنتبّل بقى الكبدة بحوالي معلقتين كبار من الزيت، 3 فصوص من التوم، كمان معلقة صغيرة من الصلصة المُعلبة وشوية بقى ملح على رشة صغيرة كده من الفلفل الأسود، وكمان ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة كزبرة، ربع معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان بقى كده هنعصر عليهم عصير نُص ليمونة وهنخلطهم كويس مع بعض، وهنغطي بقى على الكبدة وندخلها التلاجة لحد بس ما نخلص بقية الوصفة بتاعتنا. جبت طبعًا كده حوالي بصلتين كبار مقطعاهم لحلقات بالشكل ده. أهم حاجة بقى لازم نوزع كده على البصل ونحطه في مصفى حوالي نُص معلقة صغيرة من الملح واخلطهم كويس مع بعض لحد ما البصل ينزّل المَيّة بتاعته تمامًا. بعد ما نزّل المَيّة بتاعته هنضيف بقى دلوقتي عليه معلقة كبيرة مليانة من النشا، ومعلقة كبيرة مليانة من الدقيق، وهنخلطهم مع بعض كويس جدًا بحيث إن البصل يختلط مع الدقيق والنشا كويس جدًا. وتعالوا بقى كده نجيب الحلة الكبيرة اللي إحنا هنشتغل فيها بقية الوصفة. طبعًا باجيب الحلة دي وأحط فيها شوية زيت حلوين كده، وخدوا بالكم إن الزيت ده هيكفي معانا بقية الوصفة. وفي الأول خالص النار بتبقى عالية، هاضيف بقى كده البصل وهابدأ أحمّر فيه بقى شوية كده، أول لمّا يبدأ اللون ياخد اللون الأصفر ده، على طول بابدأ بقى أهدّي النار عشان البصل ما يتحرقش معانا. وهنا كمية البصل دي عملتها على مرتين، ما عملتهاش على مرة واحدة، بحيث إن أنا أضمن إن في الآخر البصل ييجي لي مقرمش جدًا واخد اللون الجميل اللي أنتم شايفينه. طبعًا بعد ما خلّصت كمية البصل الأولى، حطيت طبعًا كمية البصل التانية وحمّرتها بنفس الطريقة بالضبط. الزيت ده بقى يا جماعة إحنا مش هنرميه، الزيت ده إحنا هنصفّيه كويس جدًا وهنبدأ دلوقتي نستخدمه لبقية الوصفة. في نفس الحلة دي هنحط كده شوية من الزيت وهنضيف كده عليهم مكعب من السمنة أو مكعب من الزبدة، وأول حاجة بنعملها إن إحنا بنضيف كوباية من الشعرية، وهابدأ بقى أقلّب الشعرية لحد ما تبدأ تتحمّر معانا وتاخد اللون الدهبي الجميل اللي أنتم شايفينه. بعد كده بقى هانزل على الشعرية بكوبايتين من الرز المصري غسلاهم ومصفياهم كويس، وطبعًا الرز هنا مش منقوع معانا خالص. هابدأ برضه أخلط كده الرز مع الشعرية، وعايزة بقى هنا أقول لكم على حاجة مهمة جدًا، إن أنا قبل ما أبدأ في الوصفة خالص كنت جايبة كوباية من العدس غسلاه كويس جدًا، جدًا، وحاطة عليه مَيّة سخنة، وبعد كده غطيت عليه وسِبته بقى في المَيّة السخنة دي حوالي ساعة. وبعد الساعة خدت بقى العدس ده غسلته كويس وصفيته، وطبعًا هي كوباية العدس دي بعد ما نقعتها عملت معايا كوباية ونُص من العدس. ضفتها كده على بقية المكونات وخلطتهم كويس مع بعض، وهاضيف كمان كوباية من المكرونة اللي هي بيبقى حجمها صغير، وبرضه هاخلطها مع بقية المكونات. طبعًا مش هننسى طبعًا اللي هي المكرونة الطويلة اللي هي المكرونة الاسباجيتي برضه هاكسرها ل3 أجزاء أو جزئين على حسب ما أنت عايزة، وهاضيف هنا بقى معلقتين صغيرين من الملح، وطبعًا كمية الملح اختياري، وكمان نُص معلقة صغيرة من الكمون، ومكعب من مرقة الدجاج وده طبعًا برضه اختياري، واخلطهم بقى كويس مع بعض، بس حاسبي وأنتِ بتخلطي المكرونة تتكسر معاكِ. هنضيف دلوقتي مَيّة، ويُفضّل المَيّة اللي إحنا هنضيفها لازم تكون مَيّة سخنة علشان بس الرز والمكونات التانية ما تعجنش معانا. على نار عالية بقى هاسيب الرز لحد ما يبدأ يتشرب معانا، وبعد كده بقى هندّي له تقليبة بالشكل اللي أنتم شايفينه، وهنهدّي النار شمعة ونسيب بقى الرز كده وبقية المكونات لحد ما تبدأ إن هي تستوي معانا كويس جدًا. طبعًا يا جماعة ده الكشري ما بيتاكلش لوحده كده، بيبقى جنبه كده شوية إضافات، تعالوا نعملها مع بعض. أول حاجة خالص صلصة الكشري، بنجيب حلة نحط فيها شوية من الزيت، معلقة كبيرة مش مليانة من التوم، وأول لمّا التوم يبدأ يحمر أو يصفر معانا، هنضيف كده معلقة كبيرة من الصلصة المُعلبة، وهاضيف كمان كوبايتين من عصير الطماطم مصفيينهم كويس. ضفت طبعًا شوية من السكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم، وهنبدأ بقى نضبط الملح، رشة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان شوية صغيرة كده من الكمون، على معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهاضيف كمان كده نُص معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان رشة صغيرة من الشطة البودرة، ودي طبعًا اختياري لو أنتم حابين تضيفوها. على نار هادية هاسيب بقى الصلصة لحد ما تبدأ تتسبك معايا وتيجي لي بالشكل ده. أنا طبعًا مش عايزة أسبكها أوي، أنا عايزاها يكون فيها شوية كده من الصوص بتاعها. هاضيف آخر حاجة كده معلقتين كبار من الخل، وكده الصلصة بقت جاهزة معايا، هاركنها على جنب، وتعالوا بقى نجهّز الدقة بتاعة
بتاعة الكشري. فطبعًا هنا بقى هنجيب حلة هنحط برضه فيها شوية من الزيت، وهننزل عليهم بقى معلقة كبيرة مليانة على الآخر من التوم المفروم. هنقلب هنا بقى التوم لحد ما يبدأ ريحته تظهر معانا، أنا مش عايزاه يصفر، أنا يا دوبك عايزة ريحته تبقى تظهر معانا ويكون لونه أبيض زي ما هو. دلوقتي بقى هننزل عليه بنص كوباية من الخل، وهنديهم كده تقليبة مع بعض، وهبدأ بقى هنا كده أظبط أو هحط عصير نص ليمونة، وهحط بقى كده شوية من الملح، وهضيف كمان كده معلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان شوية صغيرين خالص من الكمون، ورشة صغيرة قوي من الفلفل الأسود. وهبدأ كده بقى إن أنا هضيف كمان شوية من الشطة البودرة، ودي طبعا اختياري تقدروا تستغنوا عنها خالص، وكمان كوباية ونص من المية. وعلى نار وسط هسيب بقى الدقة دي حوالي دقيقتين 3 لحد ما تبدأ تغلي معايا، وكده خلاص بتكون الدقة معايا بتاعت الكشري مظبوطة وزي الفل. بس آخر حاجة بس كده بعملها إن أنا بضيف عليها معلقة كبيرة من الصلصة بتاعت الكشري، بتطعمها وبتديها طعم حلو ومميز جدا. دي طبعا تاني حاجة اللي هي الدقة بتاعت الكشري. تعالوا بقى لتالت حاجة اللي هي شطة الزيت، يعني زي ما بيقولوها كده أو بيسموها في محلات الكشري. طبعا بجيب شوية من الزيت بتاع البصل، هضيف عليه كده معلقة كبيرة مش مليانة من الشطة البودرة، واخلطهم مع بعض كويس لحد ما تبدأ الريحة بتاعت الشطة تظهر معانا. عايزة اقول لكم بتبقى ريحتها قوية جدا وصعبة قوي. واخر حاجة بقى بنضيفها هي معلقة كبيرة مليانة من دقة الكشري، وكمان معلقة كبيرة من الصلصة بتاعت برضو الكشري، وكده خلاص بقت جاهزة معانا هنركنها على جنب. تعالوا بقى اما اوريكم الطقم الجميل اللي انا عملت فيه الوصفة كلها. الطقم طبعا عبارة عن 13 قطعة وارد من الامارات، وعايزة اقول لكم بقى طبعا كخامة وماتيريال عالية جدا جدا جدا. وطبعا هو سافلون غني عن التعريف وكل الناس عارفاه، بس هو الفرق فيه ان هو وارد من الامارات وخامته عالية جدا. طبعا الطقم زي ما قلت لكم 13 قطعة، 4 حلل، حلة مقاس 18 20 24 28 كبيرة ما شاء الله اللي احنا عملنا فيها الكشري. وكمان طبعا الطقم ده جايباه يا جماعة من عند مدام ايمان، البيت الخليجي الاصلي. طبعا عنوانها اللي هو معروف يعني ان هي في القاهرة، شارع احمد عصمت متفرع من جسر السويس. ده طبعا لو انت حابة ان انت تجيبيه من القاهرة. اما بقية المحافظات طبعا بتقدر تطلبه اونلاين. وعايزة اقول لكم بقى ان هو بمناسبة العيد عاملة خصم حلو جدا جدا، تقدروا طبعا تستفسروا منها عن الخصم اللي هي عاملاه. وعايزة اقول لكم بقى ان انا كنت فعلا هتجنن على لون الطقم ده، طلبته منها جابت لي نفس اللون ووفرته لي. وعايزة اقول لك ان اللون ده اصلا صعب ان انت تلاقيه متوفر في كل مكان. خلاص كده طبعا جبنا بقى الجريل العسل بتاعه الطقم ده، وطبعا عايزة اقول لكم ان هي برده خامتها عالية قوي. حطيت فيها برده الكبدة وشوحتها كده في معلقتين كبار من الزيت لحد ما بدأت تاخد اللون ده، وكمان سبتها شوية كده على نار هادية لحد ما استوت معايا. وطبعا بقى اللي هتستغرب ان في كبدة بتتقدم مع الكشري، لا يا جماعة، في اكتر محلات الكشري بيعملوا الكشري وبتطلبي معاه مثلا لو انت عايزة تزودي معاه كبدة ولا حاجة، بيبقى طعمه جميل جدا ومميز قوي. يلا بينا بقى كده نغرف طبق الكشري بتاعنا. اول حاجة طبعا حطيتها اللي هي الصلصة، وبعد كده بقى بدأت اوزع الرز مع المكرونة اللي هو يعني الكشري. وكمان كان عندي حمص كده سلقاه، بدأت برضو اوزعه على الاطراف بتاعة الصينية، يعني عايزة اقدم بشكل شيك وجميل. وتعالوا بقى نشوف الورد القمر ده اللي هو البصل المقرمش. سامعين طبعا القرمشة بتاعته عاملة ازاي؟ جميل جدا. امشوا على الخطوات مظبوطة هيطلع معاكم احلى كشري، ولا هتقولي بقى اجدعها محل في مصر بيعمل الكشري ده. خلاص كده طبعا زينت كده بشوية من البصل، وطبعا كمان بقى كده هنجيب الكبدة وهنبدأ برضو نوزعها. ومش هننسى بقى يا جماعة اللي هي بتاعة الشطة اللي هي شطة الزيت، هنبدأ برضو نحطها كده في علبة صغيرة او في طبق تقديم يعني. عايزة اقولك بقى ما تكتريش منها، كفاية كده يعني نص معلقة صغيرة، خديها كده على الاكل وهتبصي بقى هتموتي من الحرارة بتاعة الشطة دي. طبعا عملت طبق صغير. عايزه بقى اقول لك بقى احلى حاجه برضو زي ما بقول لك ان انا بحبها في الوصفه دي هي الدقه بتاعه الكشري. يا سلام بقى على الطبق الجميل ده، اعمليه وقلبك بقى مطمن، وقولي لهم بقى ان مامي بقت شيف واحلى شيف كمان. وطبعا بتمنى ان انتوا لو تدعموا الفيديو بلايك وتعليق برايكم في الوصفه، ويلا قدموا بالف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك.